مرحبا حبايبي، شلونكم؟ يوم جبتلكم شلون دولمة لا تخبل. ونبدي على بركة الله. هنا عندي السلق، وعندي البصل، وعندي الباذنجان، وعندي الطماطة. وهنا عندي المعدنوس مثروم، وعندي الطماطة، وعندي نص كيلو لحم مثروم، وعندي البصل، وعندي الثوم ثارمتهم، وفلفل حار. وهنا عندي المعجون ودبس الرمان والكاري، وعندي هنا الشكر، وعندي الليمندوزي، وعندي الماجي بالخضار، هو هذا اللي يعطيها طعم ويجنن. وهنا راح نبدي نضيف المواد كليتها بالطاسة. هنا أضيف الطماطة والمعدنوس، هنا ضفت اللحم مثروم، وعندي تمن 3 قلاصات ملقعتها، غاسلته ومنقحته، وين خليته بالمصفي، صفيته والحديرة فوقها. وهنا راح أضيف كاري خاشوقتين، وفلفل أسود خاشوقة، والليمندوزي حسب الرغبة، تحبوها حامضة هواي حطونه هواي، تحبوها حامضة وسط خلون قليل. هنا عندي خاشوقة ماجي بالخضار. طبعا ما لكم حبايبي يعطيها طعم يجنن. وهنا ضفت الملح، وهنا ضفت خاشوق الشكر، وضفت 3 خواشيق دبس الرمان. وهنا حبايبي راح أضيف معجون الطماطم 3 خواشيق. وزيت، ضفت زيت هنا، وراح أحضر الجدر وأخلي شعبية الجدر بوتيته وعوادين مال السلق حتى لا يحترق. وهنا ضفت الملح والليمندوزي على البوتيته. وهسه حبايبي راح أبدي بلف البصل. أول شي وبعدين عندي كم باذنجانة حفرتهم، هم راح ألفهم. والسلق، وهاي بعد ما لفيتهم حبايبي وكملت وخليتهم على النار بعد ما استوت هذا الشكل النهائي. حبايبي لا تنسون الاشتراك بالقناة.